كان زمان الكفار معاهم اكتر من اللي معاهم. هو في اكتر من كده؟ في. ذكر الله عز وجل امرا في القرآن، لولا كان زمان الكفار معاهم قد اللي معاهم ده 100 مرة. عارفين ايه هو الامر؟ ان الناس المسلمة تكفر. ماذا قال الله عز وجل في سورة الزخرف؟ في آية الزخرف بقى، مش كده؟ ماذا قال؟ ولولا الناس أمة واحدة على الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا لولا أن يكون الناس أمة واحدة على الكفر لكان الحال غير ما ترون. كان زمان الكفار معاهم اكتر من اللي معاهم. هو في اكتر من كده؟ في. طب كان ايه اللي هيحصل بموازيننا الخربانه؟ كان زمان الناس كفرت. مش يا جماعه بيحصل؟ وده مش يعني هذه النتيجه تحدث احيانا مع ان المقدمه غير حاصله اصلا. يعني المقدمه اللي هي لجعلنا كذا وكذا وكذا ده ما حصلش، ومع ذلك بتلاقي ناس تشك في ايمانها في بعض الاوقات. هم ازاي دول كده واحنا كده؟ وازاي بعيدا بقى عن واحنا دي فيها تزكيه نفس كمان، انما ازاي اهل الايمان مش عارف مضيق ويقتلوا ومش عارف ايه هو فين ربنا؟ مش ده بيحصل ده؟ والمقدمه لم تحدث. طب لو حدثت بقى المقدمه، يعني قوه مطلقه لا رادع لها وكنوز لا اول لها من اخر، ولولا ان يكون الناس امه واحده على الكفر لجعلنا كذا وكذا. طب ليه ده هيحصل؟ عشان موازيننا خربانه، موازيننا محتاجه تتعاير. موازيننا دي اللي هو مين؟ اللي هو الناس المتدينه، الناس طلاب العلم، الناس المعتكفه، الناس الصائمه القائمه التاليه. انا ما بتكلمش على الفساق. احنا موازيننا محتاجه تتعاير.